في بعض حالات الناسور المتشعب ممكن نعمل العملية على مرحلة أو 2 أو 3، بس المريض بيكون عارف قبل إجراء العملية. الجرح المفتوح أحسن، ومع الوقت بقينا نعمل كل حاجة بالمنظار، فبالتالي إن هو بيخوف المريض منها، وده مش صح طبعا. طيب خلينا ندخل في فقرة أسئلة سريعة جات لنا من الناس عايزين يطمنوا كده ويبقوا يعني متشجعين ان هم ييجوا يكشفوا. مش أول حاجة، هل معظم العمليات ممكن المريض يخرج في نفس اليوم؟ يعني في عمليات ممكن تعملها في نفس اليوم؟ كل عملياتنا المريض بيخرج في نفس اليوم، يعني يعمل العملية وبعدها ب3-4 ساعات بالكتير قوي 5 ساعات وبيخرج يروح بيته. يعني ممكن لو حد حاجز وجاي يعمل عملية هيلحق عادي لو يعمل حد جاي من بره مصر وحاب يعمل العملية بيعمل العملية 2-3 وبيروح تاني. طيب علاج الشرخ الشرجي بيبقى بالليزر ولا بالكي؟ لا، الليزر. هل الليزر فعلا جرحه بيلتئم اكتر من الكي؟ يعني اسرع؟ طبعا الليزر حرارة وضوء. الحرارة بنستخدمها في الكي، والضوء بيحفز الخلية على النمو، فالجرح بتاعه بيكون اسرع طبعا، وتقريبا الليزر ما فيهوش جروح يعني. طيب ناس كتير بتسأل هو ايه جهاز البروكتوستيشن، وهل هو حاجة زي الصبغة؟ لا، جهاز البروكتوستيشن ده محطة متكاملة للفحص داخل العيادة. أوكي. تمام. بنفحص في 3 أجهزة: منظار، انوسكوب، في عندنا سونار شرجي، في عندنا مانومتري. ال3 أجهزة دول بنقدر نشخص بيهم تقريبا معظم أمراض الشرج داخل العيادة بفحص بسيط جدا. منظار الشرج بنشخص بيه بواسير، زوائد لحمية، وجود سقوط أو تدلي في المستقيم، وجود أورام لا قدر الله في قناة الشرج أو الجزء السفلي من المستقيم. السونار الشرجي بنشخص بيه بالناسور الشرجي، الخراج الشرجي، قطع في عضلات الشرج. بنشخص بيه الأورام اللي هي تحت الغشاء المخاطي أو المبطن للشرج. عندنا المانومتري بنشخص بيه حالات سلس البراز، حالات على الناس اللي ما بتتحكمش في عملية الإخراج، بعض حالات السدة البرازية أو الابستراكتد ديفيكيشن. فدي كلها محطة متكاملة بنشخص بيها داخل العيادة بدون أي تخدير، ومجرد كريم موضعي. تعليمات بسيطة كده بنقولها للمريض قبل الفحص. خلال 5 دقايق المريض بيكون تقريبا شخصنا أكتر من 90-95% من أمراض الشرج. حلو جدا. طيب في ناس كتير فاكرة ان الألياف بتبطئ عملية الهضم، ده صح ولا غلط؟ لا، هو الألياف بتساعد على عملية الإخراج طبعا، مفيش شك. يعني الطعام الغنية بالألياف بتحسن معانا عملية الإخراج وبتلين البراز، فبالتالي بتقلل من فرص حدوث أمراض الشرج. طيب النظام الغذائي بيأثر على أمراض الشرج والمستقيم؟ اكيد بصوره بنسبه قد ايه؟ يعني قول لي كده نسبه. يعني بنسبه 90% طبعا. يعني هو احنا اللي داخل سليم اللي خارج هيكون سليم، دي قولا واحدا يعني. في مريضه بتسال بتقول انا عملت عمليه البواسير بالليزر، تمام، لو انا جالي الشرخ هل ينفع اعمل عمليه تانية؟ مفيش مشكله خالص. يعني لو المريضه عملت البواسير بالليزر وخفت وجالها شرخ بعد كده والشرخ تطلب اجراء عمليه، مفيش مشكله خالص طبعا، يعني مفيش اي ضرر يعني. تمام. في سؤال برضو ليه علاقه بالعمليات. العمليه ممكن تتكرر اكتر من مره؟ يعني ممكن تعمل عمليه لاجراء لعلاج حاجه معينه تكررها اكتر من مره؟ على حسب زي ما قلت لك. يعني لو هو الاجراء تم من البدايه، اخترنا طريقه العلاج الصح للمريض، الاجراء ما بيتكررش تاني. في بعض حالات الناسور المتشعب ممكن نعمل العمليه على مرحله او 2 أو 3، بس المريض بيكون عارف قبل اجراء العمليه. اوكي. لكن لو اتعمل الاجراء صح واخترنا طريقه العلاج المناسبه لحاله المريض، ان شاء الله الاجراء ما بيتكررش تاني. طيب في ناس بتقول الليزر بيرجع او المرض اسرع. لا، ده كلام ده يعني ملوش اي اساس من الصحه. لو يعني احنا بنقلق من التطور. لا، هو دايما زي اي حاجه جديده بتنزل يقول لك دي الحاجه دي مش كويسه. المناظير اول ما دخلت في الجراحه قال لك لا، الجرح المفتوح احسن، ومع الوقت بقينا نعمل كل حاجه بالمنظار. نفس الكلام الليزر تقنيه حديثه ما بلاش 5 6 7 8 سنين. بتخاف الناس تقلق منها. الناس تقلق منها، وفي برضه بعض الدكاتره بيشتركوا في الموضوع ده ان هو ما بيعرفش يستخدم التقنيه دي، فبالتالي ان هو بيخوف المريض منها، وده مش صح طبعا. طيب السؤال اللي بيتسأل من ناس كتير، هل العمليات دي ممكن تأثر على العلاقات الزوجية؟ لا تماما، مفيش اي تأثير خالص يعني على الموضوع ده. اوكي. طيب دي كانت فقرة الأسئلة بتاعتنا يا دكتور، وأنا كنت مبسوطة جدا بالحلقة بتاعت النهاردة.